لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بربي مليكي فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمان. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك اكتمل. بربي مليكي فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك اكتمل. جلال الحياء وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء. جلال الحياء وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء. تمنى فنال السنا والسناء، وسار على الدرب حتى وصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنتكلم عن مشروع المزارع السمكية. المشروع بحد ذاته للشباب هو مشروع مش مكلف وافضل من الزراعه، لان الحوض النهارده اللي هو ال 200 متر ده لو زرعنا فيه السمك العائد منه كبير وافضل من الزراعه. النهارده طبعا احنا عارفين ان المشكله في مصر دلوقتي الميه والمشاكل الميه، فالنهارده لاي شاب يقدر ياخد حوض ويقدر يزرع فيه سمك ويقدر ياخد منه انتاج ويقدر يعمل اسره ويعيش. بالنسبه للسمك نفسه، الانواع اللي ممكن تزرع البلطي، القرموط، في السمكه اللي هي السيلفر اللي هي المبروكه، في انواع كتير. والميه هنا الحمد لله صالحه، الميه طبعا ميه نيلي مفيده وينمو فيها السمك حتى من غير اكل. انما احنا النهارده عندنا ميزه ان احنا في غير العليقه اللي تتحط عندنا في مورينجا مزروعه في الارض هنا برضه. لو السمك كل مورينجا النمو بتاعه بيزيد. فبالتالي احنا النهارده في المشروع ده بننصح الشباب انهم لو عايز يستثمر حتى لو معاه راس مال صغير يجي ياخد المشروع ويقدر ياخد منه انتاج في فتره قليله وسريعه. انا عندي النهارده افضل من ان انا ازرع 5 فدادين، ازرع حوض 200 متر اخد منه زراعه، اخد منه عائد كبير وسريع، يعني في 4 شهور 6 شهور اخد عائد وما فيش مشاكل. بالنسبه للسمك الامراض بتاعته تكاد تكون بسيطه وضعيفه، بس احنا بنراعي في العليقه تكون عليقه سليمه وصحيحه وغير منتهيه الصلاحيه، لان ده هو اللي بيجيب سبب يعني مشاكل الاسماك. لما لو اخترناها صحيح وصالحه وانتاجها ما عداش، ففي الحاله دي احنا مش هنلاقي فيه مشاكل ولا امراض للسمك. وبالنسبه للحوض هنا في ميزه جميله، يعني الارض صخريه مش مكلفانا حاجه، يعني غير الحوض اللي هتتعمل خرسانه وتتبني مش محتاج صيانه كتير. صيانته تكاد تكون كل 5 6 سنين. وهنا الحوض يقدر يمسك الميه، وعن الحوض هعمل فيه خرسانه وهعمل فيه تكلفه، هتبقى التكلفه كبيره عندي. النهارده الحوض تكلفته تكاد تكون ما فيش. فده اللي انا اقدر انصح بيه الشباب النهارده، وانهم ييجوا يشتركوا معانا في المشروع وهيحصلوا على عائد كويس جدا من المشروع. وطبعا احنا بالنسبه للشركه اللي احنا بنتعامل معاها والشيخ ايهاب احنا تعاملنا معاه كتير واحنا نحسبه على خير، والراجل يعني ايه صادق في تعاملاته، لان مش اول مره نتعامل معاه. وهو الراجل غرضه من المشروع عاوز ينفع الناس ويديهم امل في الحياه والناس تشتغل وتجتهد. مشروع السمك ده من الحاجات اللي الناس غفلانه عنها، يعني من ناحيه الكوليسترول اللي اذي الناس بسبب اللحمه وبسبب ارتفاع اسعارها، بتاذي الجيوب وبتاذي الانسان في الصحه. فربنا هذا الشركه وفكرت في موضوع زراعه السمك او مزارع السمك بمعنى اصح. مزارع السمك من الحاجات اللي فيها فايده للبلد وفيها فايده للناس وباسعار قليله وزهيده.
مقارنة باللحوم والفراخ البيضاء والحاجات دي. فالأسعار بالنسبة للسمك طبعا أسعار زهيدة، وقيمة غذائية عالية، فوسفور وكالسيوم. كمان مصاريفها قليلة، والعائد بتاعها مربح ومجزي. بربي مليك فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الآمل، حياتي أضاءت وقلبي سمان، طريقي تجلى ونورك اكتمل. وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم. وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم. وقلب دعا لحياة القلوب، وصلى لخالقه وابتهل. بربي مليك فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الآمل، حياتي أضاءت وقلبي سمان، طريقي تجلى ونورك اكتمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استلمت أرضي اليوم، واللي أنا كنت متخيله لقيت أفضل منه. وأنا عندي الأرض مزروعة قدامكم زي ما أنتم شايفين، مزروع الشيح. من لا يملك قوت يومه لا يملك حريته ولا يملك قراره 100%. أنا أحمد الجمعة، أنا من جزر القمر. أنا جئت هنا عشان الأزهر. فالمورينجا ده إحنا من جزر القمر نطبخ ونأكله. فجئت هنا وشفت المنتج مصري، هم بيستعملوه في العلاج مرض السكر ومرض الكبد. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس زراعي عبد المنعم أحمد شرف، مركز فاقوس، منة المكرم، محافظة الشرقية. أنا جيت هنا عشان أستثمر قرشين معايا. اشتريت 7 فدادين في أرض صحراوية هنا، والأرض زي ما حضراتكم شايفين كاتب اسم ابني، لأن ابني هو إن شاء الله هو اللي هيقوم بالإيه من بعد، يعني بعد عمره طويل إن شاء الله. زرع الأرض ديت حاجة مورينجا، وأنتوا عارفين المورينجا يعني نبات شفائي بيعالج 300 مرض. وعندي كمان رمان الامريكاني اللي هو وندرفول، نوع من الرمان اسمه وندرفول، بيكون حبايه كبيره وما شاء الله يعني بيدي انتاج كويس جدا. وزرع كمان حرنكش. نبات الحرنكش زي ما حضراتكم عارفين قوي جدا بالنسبه لمرض السكر والكوليسترول والتخسيس. اعتماد الارض هنا على ميه النيل من على بعد 1200 متر، واخدين ماسوره من هناك، وبنعبي الميه في بيارات، وعندنا نظام ري بالتنقيط عشان نوفر الميه. وما شاء الله هنا المنطقه واعده جدا، وديت باكوره يعني اول مره الارض تزرع. ودوكم شايفين يعني مع الارض خضره جميله اهي، اول مره تتزرع. فيعني ادعو كل الشباب وكل الناس اللي عايزه تستثمر تتفضل وتيجي تاخد ارض هنا. ارض تتملك، وجنبنا على طول ترعه بتتعمل، وجاري للعمل فيها وهتتسلم بعد شهور قليله. يعني الارض جنبها ترعه، واحنا مش معتمدين على الترعه اللي هتتعمل قريبا، احنا معتمدين على ميه جايه من بعيد، من زي ما قلت 1200 متر، والميه ديت مش يعني تيجي براحتها يعني. فهتبقى زياده الخير خيرين، ميه من هنا وميه من هنا. فدي كلها ميه نيل، والميه النيل مع الارض الصحراويه هتعمل شغل كويس ما شاء الله يعني. وزي ما قلت الحته واعده جدا، والموضوع امان جدا، والناس نزلت الارض واكلت من الحرنكش، وما شاء الله يعني الناس كلها مبسوطه. شكرا. اسمي حنان محمد شلبي، طبيبه. حضرتك واخده كام فدان؟ واخد 3 فدادين. تمام. حضرتك زرع ايه فيهم؟ هي المفروض شجر رمان وشجر مورينجا وشيح بابوينج. تمام. ايه اللي خلى حضرتك تستثمري ارضك في الصحراء؟
هو طبعا هي حاجة جميلة ان الواحد يعمر الارض لانها تجيب خير على الانسان نفسه وعلى الناس، وان في خصوصا في عشر او يعني 10% هتبقى واقفة لله سبحانه وتعالى، فدي هتبقى طعمة للمساكين وتفريج لكروبهم وكده، فدي حاجة جميلة يعني. وتعمير الأرض عموما حاجة جميلة لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستعمره في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ علاء سيد إبراهيم. استلمنا الأرض مزروعة رمان ومورينجا، ودلوقتي اتزرعت شيح وبنحصد المحصول اللي هو الشيح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي هناء كامل محمود الشريف، وكيلة مدرسة. أهم حاجة أنا مركزة عليها المورينجا لأن قريت عليها عنها كتير ولقيتها جميلة ومفيدة كناحية طبية. طبعا والرمان محصول جميل جدا جدا ومفيد. وبعدين فاكهة الجنة، كل رمانة خلي بالك فيها حباية من الجنة. فلا تسألي عن شموس النهار وكم أشرقت في دروب الفخار. فلا تسألي عن شموس النهار كم أشرقت في دروب الفخار. وماذا من الحسن يخفي الخمار، وماذا من الأجر بعد العمل. بربي مليكي فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الآمل. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونور اكتمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا بنناقش احتياجات او المقننات المطلوبة لتسميد الفدان الواحد المزروع رمان ومحمل عليه شيح او بصل. لو الفدان مزروع متحمل عليه شيح او بصل، احنا طبعا عايزين نشغلها اورجانيك عشان برضو شغل التصدير في المستقبل والكلام ده كله. فاحنا زارعين الارض رمان ومحملين على خط الرمان شيح ومورينجا، وبالتالي هنسمد اورجانيك. فهنحط سلفات نشادر بس لان هي اللي بتمشي مع الاورجانيك، ويبقى اسماد عضوي ما فيش مشاكل بالنسبه للتصدير في المستقبل. فالفدان الواحد بياخد حوالي 150 كيلو متوسط سلفات نشادر، وبياخد حوالي 20 كيلو اسماد مركب. ده فترة التسميد لمدة شهر، وبالتالي يبقى نحسب الكمية ونقسمها على المساحة. وكمان بتحتاج رش وبتحتاج برضو رش حيوي. برضو تكلفته هتتحسب على الفدان، بالإضافة كمان للعمال اللي بيدوروا المكان الري ومحط الرفع واللي بيقوموا بنظافة الحشائش ويعرفوا المزرعة. فحاليا احنا هنناقش الموضوع ده حاليا مع الأعضاء ونكمله إن شاء الله، وربنا يوفق إن شاء الله. فلا تسألي عن شموس النهار وكم أشرقت في دروب الفخار. فلا تسألي عن شموس النهار كم أشرقت في دروب الفخار. وماذا من الحسن يخفي الخمار،
وماذا من الأجر بعد العمل؟ بربي مليك فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الآمل. حياتي أضاءت وقلبي سماء، طريقي تجلى. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها